متتبعي الأوفياء، السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة أخرى من وصفات من يد مغربية. كنتمنى إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير، تكون أموركم طيبة وتكونوا في صحة جيدة. ودائما ضمن سلسلة حلويات العيد، اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الملوزة البلدية من الحلويات المغربية التقليدية الرائعة اللي سهلة في التحضير وكتجي رائعة، كتجي هماوية وبنينة ومعلكة بطريقة سهلة بزاف وناجحة من أول تجربة مع جميع الأسرار باش تجيكم ناجحة وما يطيحش منها السكر ويجي لاصق عليها، وكيف كتشاهدوا في لا فيديو كتجي مبهجة وهماوية ديال تحميرة الوجه. هنا غادي نفتح معكم وحدة، شوفوا التعليكة وكيجي القوام ديالها رائع وكتجي لذيذه بزاف. واحد لايك الفيديو الا جات على خاطركم واجي نشوفوا التفاصيل. بسم الله. باش نحضروا هذه الملوزه هذه غادي نحتاجوا 500 غرام يعني نص كيلو ديال اللوز اللي فسخناه في الماء طايب وخليناه نشف مزيان ليله كامله. غادي نطحنوه مع 250 غرام ديال السكر حبيبات سنيده. يعني باش ما نطولش عليكم الفيديو غادي نطحنهم ونرجع معكم. هنا كيف كتشاهدوا طحنت داك اللوز مع السكر. اللوز كنطحنو طحنه الاولى بوحدو وعاود كنطحنو مع السكر المره الثانيه باش كتحاولوا حتى على الماكينه ديالكم. غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال مربى المشماش، قبيصه ديال الملحه، وغادي نحتاج هنا جوج ديال الحامضات محكوكين، وواحد خماره من وزن 8 غرام، خماره خاصه بالحلويات. وغادي نحتاجو واحد البيضه متوسطه واصفر بيضه، يعني صفار بيضه وبيضه كامله. هاد المكونات كتجي عبار، ولكن الا مشى حتى لقيتو العقده جرات لكم بزاف، يعني ما فيها ما يتجمع، يعني هاد العقده هاد القياس هذا ما خصوش البيض كبير، ديروا البيض غير متوسط. ولكن الا ربما جرات لكم بزاف بزاف زيدوا واحد المعلقه ديال الطحين د الفرص. صافي هي معلقه ما تكتروش. كنجمعوا ها نتوما كتجي كتلصق في اليدين هكا كيف كتشاهدوا. ولكن الا جات اكثر من هكا زيدوا معلقه ما تكونش عامره ديال الفرص. غادي نبقى ندهن يدي بالما زهر وغادي نعبر هنا عبرت فيها 26 غرام. راه كيلصق في اليدين، ولكن انا زعما قلت لكم الا مشى حتى جرات هاد العقده بلا قياس تما كتزيدوا شويه ديال الدقيق. غادي نستمر هكا نبقى ندهن يدي بالما زهر. المهم اللي عندها الميزان تعبر، اللي ما عندهاش عينها ميزانها ماشي مشكل. صافي وغادي نبقى نكورهم ونديرهم في سكر كلاصي، وغادي نحركهم بهذه الطريقه هذه. بهذه الطريقه كيتلبسوا مزيان بالسكر اولا بالسكر الثقيل. صافي غير كنشوفوا دوك الكويرات تلبسوا مزيان بالسكر، غادي نخليوهم واحد 6 ديال الدقائق في داك السكر. بهكا كتشكل واحد الطبقه اللي كتلصق مزيان على الملوزه ديالنا، وما كتبقاش داك السكر ما كيبقاش يتساس في اللاطه. وهذا هو السر اللي كيخلي داك السكر ثابت على الملوزه. ما تكتروش هكذا السكر، يعني شوفوا كيفاش كنخدمها، يعني لولبوها مزيان مزيان بالسكر وسوسوها، يعني ما تخليوش فيها داك السكر بزاف. صافي كتحطوها نقيه في اللاطه، ما تعمروهاش بزاف بالسكر. داك السكر كامل غير كيضيع وغير يعني كيتحيد، غير كتحيدوا اللاطه من الفران كله كيطيح. لكن بهذه الطريقه تيثبت مزيان على على الملوزه وما كيبقاش يتساس. غادي نستمر هكا وغادي حتى نكمل الكميه اللي عندنا. في هذا الاثناء راه الفران مسخن على درجه حراره 200 درجه، يعني سخنوه مزيان بحال غادي تطيبوا الخبز. ومن بعد ملي غادي ندخلوا اللاطه ديالنا العافيه خصها تكون من الفوق. غادي نقصوا العافيه تكون مهيله 180، يعني دائما في الغريبات اولا في الملوزات خص الفران يكون سخون مزيان. غير كندخلوا اللاطه ديالنا صافي كنقصوا العافيه. في الاول درت لكم لاطه بالملوزه عاديه، ودرت لكم هاد اللاطه كاقتراح الا بغيتو تبدلوا. كترشموها هكا بالجناب في الجناب ديالها بالموس. طريقه سهله وكيجي الشكل ديالها زوين. الا بغيتو تبدلوا بغيتو ديروا غير الشكل الاول، انا شخصيا كيعجبني الشكل العادي البلدي. هذه غير الا بغيتو تبدلوا كترشموها هكا بسكين من الجوانب. صافي وغادي نطيبوها بنفس الطريقه. شوفوا كيفاش الحبه ما فيهاش سكر بزاف بزاف. بهذه الطريقه كيتبت عليها وما كيبقاش يتساس كيف قلت لكم، حتى يعني كلشي الدنيا كلها كتوسخ بالسكر.
صافي حيت كنساليو الكميه اللي عندنا غادي نطيبوها بنفس الطريقه اللي طيبنا لاطه الاولى. وها نتوما شوفوا كيفاش كتجي الملوزه ديالنا، يا سلام. شفتوا كيفاش السكر ثابت عليها، ما يعني ما طايح من الجناب، ما حتى شي حاجه، وكيلصق وكتبقى مده طويله وهي هكا، يعني ما كتبدل، ما كي يعني داك الوجه ديالها ما كيتخسر هكا، كيبقى السكر كيتساس وكتولي ما فيها ما يتشاف. ها نتوما تبعوا هاد الطريقه غادي يثبت عليها السكر وغادي تجيكم زوينه. هذه اللاطه الثانيه، شوفوا هاد الشكل حتى هو كيجي زوين. كنتمنى تعجبكم وتجربوها بالصحه والعافيه. شكرا لكم على حسن المشاهده. تحياتي لكم جميعا اينما كنتم، عواشر مبروكه وعيد مبارك سعيد. نتلاقاو شي فيديو اخرى بحول الله. مع السلامه وتبقوا على خير.